السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد ووصفه جديده. كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم وانتم في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله غادي نقترح عليكم تحليه رمضانيه بالفلون كراميل واللوز. تحليه اللي سريعه في التحضير وكتجي لذيذه بزاف. كتحضروها في اخر لحظه، كيجي القوام ديالها متماسك وكتجي غنيه وكتشبع. تصلح هكا الشهر الكريم، الله يدخلوا علينا وعليكم بالصحه والسلامه. تزينوا بها موائد الافطار او كتسحروا بها. تحليه اللي غنيه وكتجي بنينه بزاف. بقاو معايا باش تعرفوا على المكونات وطريقه التحضير. فنبداو على بركه الله. اول حاجه غادي نبداو بالكراميل على نار اللي تتكون خفيفه. كنوضعوا تقريبا واحد 150 غرام ديال سكر حبيبات. المقله تتكون ناشفه، ما تتكونش فيها ولا قطره تاع الماء. غادي نخليها فوق النار اللي كتكون خفيفه حتى كيبدا داك السكر كيذوب عندكم. هنا ما غاديش نحركوا داك السكر حتى كيبان لينا بدا كيذوب من الوسط كيف كتشوفوا. من بعد غادي تحركوا بشي معلقه ديال الخشب اولا المعلقه ديال السيليكون باش هكا ما كيتحجرش لكم داك السكر. من بعد ما كيذوب عندنا داك الكراميل كنراقبوه حتى كياخذ داك اللون الذهبي، كنطفيو عليه. هنا غادي ناخذ القوالب اللي غادي نوضع فيهم الفلون، غادي ندير فيهم كميه من داك الكراميل اللي حضرنا. هنا غادي نحاول اني نوزع داك الكراميل على الجنيبات ديال دوك ليمون اللي عندي كيف كتشوفوا معايا باش تيجي المنظر ديال التحليه ديالنا زوين. من بعد غادي ندخلهم للثلاجه يبردوا. يبرد داك الكراميل اولا كتخليوه هكا الا كان الحال بارد كتخليوه غير في سطح العمل. في الوقت اللي كيجمد عندنا داك الكراميل غادي ندوز نحضر معكم التحليه اللي ساهله بزاف. غادي ناخذ واحد الكاسرونه، غادي ندير فيها كميه من الحليب. غادي نوضع تقريبا واحد الكاس من داك الليتر ديال الحليب باش ندوب فيه جميع المكونات. هنا غادي نوضع 3 العلاب ديال الفلون كراميل. الا كنتو غادي ديروا الفلون اللي ما فيهش سكر غادي تضيفوا كذلك السكر على حسب الرغبه ديالكم. بالنسبه للبنات لهاد المرحله راني نسيت ما ضفتش البيضه. ضروري بيضه وحده في هاد الفلون لانه هو اللي كيعطينا داك القوام اللي كيجي متماسك بحال الفلون اللي كنطيبوه في الفران. هنا راني نسيت ما ضفتها، غادي نضيفها في الاخر. هنا غادي نحتاجو كذلك الكأس صغير ديال القشده السائله اللي يمكن لكم تعوضوها بالحليب المركز اولا كتستغناو عليه. ماشي ضروري كاع تضيفوا الكريمه السائله، غير هي كتضيف لنا واحد القيمه الغذائيه كيجي الفلون ديالنا غني اكثر. هنا اخواتي كيف قلت لكم راني نسيت ما صورتش في المكونات بيضه، غادي نضيفها في الاخر. الا كنتو غادي تضيفوها من الاول غتخلطوها مع داك الفلون حتى كتذوب مزيان. انا هنا لاني ضفتها في الاخر غادي نصفي الخليط ديالي. غادي نخلط مزيان هاد الخليط وغادي نصفيه في واحد الصفايه. عاد غادي نوضعوه فوق النار. الا درتو البيضه من الاول ما غاديش تحتاجوا انكم تصفيوه لانكم غتطربوها مزيان. من بعد ما صفيت هذاك الخليط حتى حيدت منه دوك الشوائب ديال البيض ودوك التكتلات د البيض. من بعد غادي نوضعو فوق النار اللي تتكون مهيله مع التحريك المستمر، ما تغفلوش عليه لان درنا فيه بيضه. ضروري تحركوه حتى يعني كتطلع عندكم واحد الرغوه وكيبدا يغلي عندكم داك الخليط. يعني تقريبا واحد 6 دقائق هكاك اولا 7 دقائق وانتم كتحركوا. ملي كتشوفوا ديك الرغوه تكونت لكم الفوق وغلا مزيان هذاك الخليط غتعرفوا ان الفلون ديالكم وجد. قبل ما كنبغي نطفي عليه كنوضع تقريبا واحد 3 المعالق كبار حتى 4 المعالق ديال اللوز اللي كيكون محمر في الفران ومطحون. خلطوه واحد دقيقه ولا جوج ركم مزيان هذاك اللوز حتى كينسجم لينا مع الخليط. من بعد كناخذ واحد الملعقه كنحيد بها ديك الرغوه اللي كتكون لينا مع البيض. وها هو الفلون ديالنا راه وجد، كيوجد في دقائق يعني ما كياخذش الوقت بزاف. فينا الفلون ديالنا راه صافي وجد. هنا غادي نبدا نوزعوه في دوك القوالب من بعد ما جمد عندنا داك الكراميل. بالنسبه لهذا الخليط ديال لتر د الحليب عطاتني 7 ديال التحليات من الحجم اللي تيكونوا كبار. الا درتوهم نتوما في قوالب اللي تيكونوا صغار غيعطيوكم اكثر.
انا القوالب اللي عندي هنايا راه كبير الحجم ديالهم، داكشي علاش عطاوني 7. هنا غادي نمسح القوالب ديالي وغادي ندخل التحليه ديالي للثلاجه. كيف قلت لكم راه كتماسك بسرعه، ما كتاخذش الوقت بزاف، تقريبا نص ساعه في الثلاجه كتكون جمدات. كتخليوها شويه فوق سطح العمل حتى كتبدا كتدفى، وكتدخلوها للثلاجه تبرد مزيان وتماسك. هنا من بعد ما خرجت التحليه ديالي من الثلاجه كيف كتشوفوا معايا، انا خليتها حتى تماسكت وبردات مزيان. تقريبا خليتها في الثلاجه ساعه د المكانه. يمكن لكم تخليوها غير نص ساعه، راه دغيا كتجمد ودغيا كتماسك. والا كنتو هكا مشهيين تصاوبوا تحليه وما كانش عندكم الوقت، دخلوها المجمد، راه غادي توجد في 5 دقائق. يعني غير كتحضروا الفلون ديالكم كتدخلوا داك البلاطو المجمد، كتخرجوا التحليه في 5 دقائق تتلقاوها جمد القوام ديالها وبردات، يعني بلا ما كتحتاجوا انكم تخليوها في الثلاجه ساعه د المكانه. انا غادي نقلب معكم تحليه في طبيصلات باش تشوفوا كيف كتجي في الشكل ديالها. راها كتقلب بسهوله، ما كتلصقش نهائيا، كتجي واحد التحليه اللي سهله ولذيذه لذيذه بزاف. هنا كيف كتشوفوا معايا الشكل ديالها تيجي رائع. بالاخص الاخوات اللي وليداتهم ما كيبغيوش المكسرات، بحال ولدي ما كيبغيش ليا ياكل ليا المكسرات، داكشي علاش دخلت ليه اللوز في هاد التحليه وعجباتو بزاف. يعني كاع ما انتبه انه راه فيها اللوز. هنا كيف شفتوا معايا غادي نقلب كاع التحليه في الطبيصلات ونرجع باش نزينهم معكم. بالنسبه للتزيين كتزينوا يا اما بالفواكه اولا بالمكسرات. انا هنايا زينت بشويه ديال اللوز اللي تبقى ليا من التحليه، باش هكا تيبان اننا راه دايرين فيهم اللوز لداخل. كيف كتشوفوا معايا الشكل ديالهم تيجي مشهي لذيذه. هاد التحليه جربوها البنات راه غتعجبكم بزاف. هنا بغيت نوريكم القوام ديالها كيف كيجي، راه كتجي خفيفه والقوام ديالها تيجي متماسك، يعني ما كيجيش داك الفلون اللي كيجي خفيف وميه، كيجي القوام ديالها متماسك. وكان هذا هو الشكل النهائي ديال التحليه اللي حضرت معكم اليوم. هنا غادي نوريكم عن قرب باش تشوفوا كيف كيجي القوام ديالها، كيجي متماسك خفيفه بزاف والمذاق خطير. البنات جربوها متاكده غادي تعجبكم، مذاق مميز داك اللوز مع الكراميل. ما تشبعوش من هاد التحليه والله. من ألذ التحليات اللي حضرت. اللي باقي ما جربت هاد التحليه تنوض توجدها، راه ساهله في التحضير كيف شفتوا معايا. والقوام ديالها كيجي متماسك، كتجي تحليه اللي كتشبع لانها كتجي غنيه ولذيذه لذيذه بزاف. جربوها ان شاء الله في الشهر الكريم. نتمنى الوصفه تاع اليوم تعجبكم، وإلا عجبتكم ما تنسونيش من لايك، وكذلك تخليوا لي التعاليق ديالكم اللي كنفرح بزاف ملي كنقراهم. شكرا لانكم تفرجتوا في الفيديو تاع الاخير. نشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد ووصفه جديده. في امان الله.